اهلا باحلى متابعين في الدنيا اللي بيشجعونا، شركاء النجاح. اشكركم. النهارده هنشوف وهنستمتع مع بعض على احلى طريقه عمل سمك سلطان ابراهيم المرمش وباحلى تتبيله. طب يلا بينا. هنبدا بالمقادير: معلقه بابريكا صغيره، معلقتين كمون كبار، معلقتين بهارات سمك كبار، معلقه ملح، معلقه جنزبيل صغيره، حبتين طماطم، فلفل حار وتوم وليمونه، بصله انا ممكن اخد منها نصها بس، وعصير برتقان ربع كوبايه، وخضره. المكونات دي كلها هضربها في الخلاط. بقت بالشكل ده. طبعا نكبها في السمك ونتبلها وتقعد حوالي ساعتين في التتبيله، مش اقل من ساعتين يعني. السمك بتاعي يتبل كويس. نحط زيت على النار عشان يغلي كويس عشان نبدأ نقلي. هنا بقى هبدأ بتغليف السمك، هتبقى عبارة عن مراحل. هاخد السمكة المتبلة احطها في الدقيق وجنبي شوية مية. هغلف السمكة بالدقيق في المية بسرعة كده، انزلها واطلعها بسرعة واحطها في الزيت المغلي على النار. المية هنا نفعتني في حاجتين: هتحافظ لي على الزيت ما يكونش فيه دقيق محروق طول ما انا بقلي، حتى لو كمية سمك كتيرة. تاني حاجة هتديني طبقة مقرمشة على السمك. هكرر العملية لحد ما اخلص كمية السمك اللي عندي كلها. بتأكد ان السمك استوى من الجنب اللي تحت وبقلبه على الجنب تاني. الله، ذهبي وجميلة من الجنبين. نبدأ نطلع السمك وألف هنا وشفا.
طبعا انا عارفه ان الفيديو عجبكم، طعم وريحه وقرمشه روعه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس واللايك الجميل. انتظرونا في الفيديو الجاي هيكون احلى. الى اللقاء. لو عندكم تعليقات قولولنا في الكومنتات واحنا هنرد عليها. أشكركم على المتابعة. متنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا الجرس وتنشروه وتدوسوا شير وباي باي.